اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم فطائر بحشو الجبنه بطريقه سهله جدا واشكال روعه وسهله جدا. يلا نبدا الفيديو ونعرف عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي 3 كوبايات من الدقيق الابيض المنخول، ربع كوبايه زيت، كوبايه لبن دافيه، عندي بيض بيضه صفار بيضه، ومعلقه خميره، ومعلقه خل، ومعلقه سكر، وربع معلقه من الملح. محضره بوله نزلت فيها بكوبايه كبيره من اللبن مع معلقه الخميره ومعلقه السكر. هضربهم بالمضرب اليدوي بالشكل ده. بعد كده نزلت عليهم ببياض البيضة وربع كوباية من زيت الذرة، وعندي معلقة خل وربع معلقة من الملح. هخفقهم بالمضرب اليدوي زي ما انت شايفة بالشكل ده. بعد كده هجيب عندي 3 كوبايات من الدقيق الابيض المنخول، نزلت بنص الدقيق، هبتدي اقلب بالشكل دوت. بعد كده هنزل بباقي الدقيق عندي وهبتدي اعجن بايدي. هتاخد مدة عجن لمدة 10 دقايق، اديها حقها من العجن عشان الفطائر تطلع طرية وهشة زي ما انت شايفة بالشكل كده. العجينة خلاص. هسيبها بقى في مكان دافي لمدة ساعة ونص. الجو برد هنسيبها ساعة ونص، لو في الصيف بنسيبها لمدة ساعة تختمر. بعد ما اختمرت بقت معايا بالشكل ده، هبتدي بقى اقطعها على شكل كور تكون كلها في حجم واحد زي ما انت شايفة بالشكل ده. طريقتها سهلة خالص، مش عايزة اقولك العجينة طرية وما شاء الله عليها. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفات ومنوعات مطبخ فوفا. بدأت كده اكور فطائر بالشكل ده. هسيبها بقى تختمر كمان لمدة ربع ساعة، حجمها يتضاعف. بعد كده هبتدي اشكلها واحشيها اي حشوة انت تحبيها. نزلت برشة دقيق، هبتدي افردها. جيبي النشابة هفردها على شكل مدور زي ما انت شايفة، هرققها خالص. كل ما تفرديها اكتر كل ما هتديكي نتيجة احلى. بعد كده جايبة عندي جبنة انا حطاها في كيس الحلواني عشان تبقى سهلة عليا وانا بوزعها بالشكل ده. هبتدي اعمل بقى شرايط رفيعة وهلفها بالشكل ده. هتبدأي بقى تبرمي الشرايط ديت وتثبتيها من تحت علشان ما تفكش اثناء التسوية في الفرن. ده شكل من الفطائر بحشو الجبنة. ممكن تعمليها اي حشو انت تحبيه، ممكن سوسيس، ممكن فراخ، ميكس جبن، رومي مع موتزاريلا، اي حشوة انت تحبيها اعملي بيها. طريقتها سهلة خالص زي ما انت شايفة بالشكل ده. هبتدي اعمل شرايط رفيعة من على الحروف واعمل واحدة عكس التانية عشان تقفلي على الجبنة بالشكل ده كده. سهلة جدا، شكلها بيبقى حلو قوي، طعمها بجد رهيب. الفطائر دي قطنية هشة جدا. ممكن العجينة ديت يا جماعة تستخدموها للبيتزا، بتبقى بجد هايلة بنفس المكونات. مكوناتها بسيطة موجودة في البيت، ممكن تعمليها في اي وقت، تنفع في الفطار وفي العشاء. ممكن تدخلي بقى فيها حشو الفراخ بقى واللحمة والحاجات اللي زي كده، تبقى فطائر للغدا بجد خطيرة. والعجينة دي هايلة زي ما انت شايفة بالشكل ده. هبتدي اقفل عليها. طريقتها سهلة خالص زي ما انت شايفة بالشكل ده. على قناتي هتلاقي مجموعة من الفطائر باشكال وانواع مختلفة هتعجبك جدا. انا هسيبلك برضو لينكات الفطائر التانية، هحطها لك في صندوق الوصف. صندوق الوصف دوت اضغطي على كلمة المزيد تحت الفيديو، هتلاقي كل حاجة موجودة فيه بالشكل ده. انا قفلتها. طريقتها سهلة خالص اهيت، شكلها بجد تحفة، اشكال جميلة. اعملي الشكل اللي يريحك. هبتدي الفها بالشكل ده واقوصها. بصي شكلها بقى جميل قوي، شكلها زي الحدوة. هعمل بقى شكل الضفيرة. بنعمل 3 شرايط بالشكل ده وهتبتدي تضفريها ضفيرة عادية خالص، مش هتفك خالص منك اثناء التسوية. تنفع معاكي في الفطار وفي العشاء، في الغدا، للولاد في المدرسة، بجد خطيرة. هنا بقى هعملك على شكل وردة، هتفرديها تكون مبططة بالشكل دوت. برضه هتعمليها شكل الضفيرة رايح جاي بالشكل دوت. بعد كده هبتدي ألفها على بعضها زي ما هتشوفي دلوقتي، هتديني شكل الوردة. بصي شكلها خطير. هجمع كل الاشكال بالشكل اللي انا وريتهولك ده وهرصها في الصينيه بالشكل دوت معايا.
هسيبها بقى ترتاح لمدة ربع ساعة. بعد كده هجيب عندي صفار البيض اللي انا كنت سايباه مع معلقة من اللبن، وهبتدي ادهن الوش بالشكل دوت، بيديني لون ذهبي جميل قوي. لو حابة تدهنيها بلبن بس تمام. هتولعي الفرن على درجة حرارة 180 درجة. هتدخل الفرن اول ما تاخد لون من تحت هتولعي الشواية وتطلع معايا بالشكل ده. طالعة ما شاء الله هشة طرية بجد، مش عايزة اقولك غير الريحة بجد طعمها تحفة، ضامنة نظافتها. بصي العجينة قد ايه قطنية، طريقتها حلوة قوي. امشي بنفس الوصفات والمكونات اللي انا قلتلك عليها، هتطلع معاكي هشة وطرية وطعمها تحفة. لو عجبتك اكتبيلي في الكومنتات، وما تنسيش اللايك والشير عشان كل جديد يوصلك، والف هنا وشفا. سلام عليكم.